حبايب قلبي، عملنا النهارده صينيه كنافه بخلطه الفول السوداني والجلاش بشكل جميل ورائع. واتمنى تجربوا الطريقه دي. عملتها بطريقه سهله قوي قوي قوي، وطريقه ما اخدتش مننا وقت، وحطينا عليها شويه حاجات كده بسيطه من اللي عندنا في قلب البيت، وطلعت معانا صينيه الكنافه بالشكل الرائع الجميل ده. اللي حابب يعرف عملنا صينيه الكنافه دي ازاي وايه المكونات اللي احنا استخدمناها فيها، يدخل على الفيديو، وان شاء الله هنزله بعد الفطار بامر الله. واتمنى انكم تكونوا معايا في الفيديو، وما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه حبايب قلبي. يلا بقى بينا نشوف الفيديو هنعمل فيه ايه. يلا بينا.
صحيتي بدري ليه؟ صحيتي بدري ليه؟ انت عارفه بنام العصر، هقلي بس اخلص وهقلي. كده حبايبي الرز بتاعنا عملناه وبرد تماما، والحمام بتاعنا طلعناه عشان نجهزه بقى ونحشيه ونظبطه زي ما انتم شايفين. شرب من التتبيله كويس قوي 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 قوي. وتعالوا بقى بينا نشوف هنحشي الحمام بتاعنا ازاي. طبعا هنا هاخد شويه شويه كده اهو عشان اللي يتبقى يبقى معايا نضيف. فهحط كده اهو، واخد شويه بشويه احسن يعني. وبعد كده نحشي حمامه حمامه ونشوف. ده طبعا الايه الارضيه بتاعت الحله جميله دي، ما فيهاش اي حاجه. تمام. هبتدي بقى احشي الحمامه من الزور كده، يعني احشي معاكم واحده كده ونشوف. وما كترش الحشو، انا عندي الفريك يعني معمول نص تسويه، فما نكترش الحشو عشان الحمامية ما تفكش مننا او تفرقع مننا بمعنى اصح يعني. تمام. افرد بس كده على الصدر زي ما انتم شايفين. احشيها وهوزع طبعا على الصدر كله كده، ونبتدي نحشي بقى من جوه كده حبايبي. وطبعا انا هسويه في الفرن، يعني هحطه في الصينيه وهسويه في الفرن. وعايزه تسويه على البوتاجاز سوي على البوتاجاز، مفيش ادنى مشكله براحتك. بس انا هحطه في الفرن، عندي حاجه بعملها في الفرن، فقلت بقى فرصه ان احنا نعمله برضو في الفرن. هنرص الصينيه وهوريكم، هنشوف الشكل النهائي بتاعها ازاي. هقفل بس الحمامية بتاعتي كويس، وزي ما قلت لكم ما نكترش في الحشو عشان الحمامية بتاعتي تبقى مش مفرقعة ولا حاجة. ده لسه عايز شوية صغيرين، هحط له شوية صغيرين. تمام. طبعا الخلطة بتاعت الفريك ريحتها روعة، والله بجد ريحتها جميلة جدا جدا جدا. تمام حبايبي، بس خلاص كده كفاية. وبقت دي الحمامة بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين. وهرص في الصينية وهخلص بقى وارجع لكم تاني. كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين خلصنا الحمام بتاعنا بالشكل ده، ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده حاجة روعة وحاجة جميل. انا همسك بقى الحمام بتاعي كده، هعمل هجيب شوية مية من الكتل. تمام. وهحطهم عليه ميه بتغلي، وبعد كده هدخله الفرن ويستوي وهيطلع، وهنشوف شكله ان هيبقى على اول سفره لرمضان ان شاء الله رب العالمين. فخليكم معايا حبايب قلبي. حبايب قلبي انا كده طلعنا الكنافه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو، واتحمصت بالشكل الرائع الجميل ده. شايفين اهو، يعني ما شاء الله. اجي بقى هنا للخليط بتاع الايه الفول السوداني بتاعنا والجلاش زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه هعملها هنزل عليه بمعلقه كده عسل اللي هو الجلوكوز. تمام حبايبي. او احط معلقتين حسب الكميه، انا هحط معلقه واحده دلوقتي بس كده، معلقه كبيره كده اهو. ماشي. وهبتدي الم الخليط ده كله بيه، يعني الم الفول بتاعي كده بالجلاش كده. طبعا الفول والجلاش سخنين،
فهيتعمل معايا على طول اهو. امسك كده اوام اوام كده اهو مع بعضه كده حبايبي، لحد ما كله يتجانس مع بعضه او كله يبقى ايه كده زي ما انتم شايفين اهو. بحاول ان انا اجيب بس المعلقه الصغيره احسن كده، هلم كله 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 كده بالشكل الجميل ده اهو. اخلصه الاول كده بقى، هنزل بمعلقتين اللي هو الشربات اللي احنا عملناه اهو. احط كده معلقتين كده صغيرين هنا عشان الم بيها الخليط بتاعي اهو كده حبايب قلبي. جمعنا الخليط وبقى متجانس قوي مع بعض اهو وشارب من العسل. انا كل ده لسه ما سقيتش الكنافه بتاعتي تمام اهو كده حبايبي. وهبتدي بقى هفرد الخليط ده كله على صينيه الايه الكنافه. احلى صينيه كنافه ممكن تعملوها كده حبايبي. هجيب بقى الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بقى بالخليط ده فوق الايه الكنافه بتاعتي وافرده. كل ده زي ما قلت لكم احنا لسه ما سقيناش الكنافه بتاعتنا تمام. نشيل ده كده في جنب وهفرد بقى الخليط بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كده على الكنافه، بحيث يكون الخليط كله مساوي بعضه ومفيش حته ما فيهاش خليط اهو كده حبايبي. ادخل بقى الصينيه دي الفرن تاني 3 دقايق. انا عايزاها بس تتشمع، عايزاها تتشمع الاول كده بحيث الخليط كله انا لسه ما شربتهاش او لسه ما حطيتش الشربات بتاعي. انا عايزاها بس تتجمد مع بعضها او تتشمع مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هدخلها الفرن 3 دقايق، مش هيكمل 3 دقايق اصلا يعني، بحيث ان هي بس تتشمع كلها مع بعضها وارجع اطلعها عشان نسقيها الشربات بتاعنا. حاجه رائعه رائعه بصراحه يعني. زي ما انتم شايفين كده حبايبي الصينيه بتاعتنا ما شاء الله بقت بالشكل ده اهو. اضغط عليها كلها قوي كده ماشي، وادخلها الفرن وارجع لكم تاني كده حبايبي. انا طلعتها اهو من الفرن. اضغط عليها كده بس عشان تتماسك مع بعضها زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. يعني صينيه كنافه بجد خطيره اهو يا حبايبي تمام. انا كل ده لسه ما سقيتش الكنافه بتاعتي بالشربات تمام. خلاص كده خلاص خلصنا وظبطتها وبقت كده ايه مظبوطه بالشكل ده اهو ما شاء الله ما شاء الله. حاجه روعه يعني، مش قادره اقول لكم. كمان ريحه السمنه البلدي فيها فظيعه. هبتدي بقى اسقيها بالشربات بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله. يعني حاجه فاخر من الاخر زي ما بيقولوا يعني. اسقي الاطراف بتاعتها كلها كده ماشي حبايبي. وكده كفايه الشربات ده على الكنافه ما شاء الله ما شاء الله. اتعملت معانا احلى صينيه كنافه ممكن نعملها بطريقه سهله وطريقه حلوه وطريقه يعني مختلفه شويه. ابتدي بقى وهي كده وهي سخنه ابتدي اقطعها كده عشان لما تبرد تبقى متقطعه معايا تمام. وهسيبها تبرد خالص بقى. طبعا عايزين تحطوا عليها بقى حاجه تاني، انا بسيب الحريه بقى للي هيحط حاجه يعني ماشي. اللي هو ازاي، انا عندي هنا الفستق الكداب اهو موجود، وعندي هنا زبده لوتس. اللي حابب يحط من ده يحط، واللي حابب يحط من ده
يحط. المهم حسب الاذواق يعني. تمام كده حبايبي، خلصنا صينيه الكنافه. طبعا انا ممكن اطلع منها قطعه دلوقتي ونشوفها، ولكن انا عايزاها تبرد شويه عشان تتشرب من الايه الشربات بتاعها. وبكده يبقى خلصنا صينيه الكنافه حبايب قلبي. واتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، فعلوا الجرس حبايب قلبي، ويا رب دايما اشوفكم على خير، ونشوف بقى صينيه الكنافه مع فطارنا اول يوم رمضان ان شاء الله.